السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنتكلم في كام حاجة كده النهاردة، اهمها الاخبار اللي انتشرت بخصوص سيد عبد الحفيظ وسفرية هولندا. كابتن سيد عبد الحفيظ راح هولندا بيعمل توأمة او اتفاق مع نادي اياكس. نادي اياكس من اشهر واقوى الفرق اللي في اوروبا، اللي عندها فريق ناشئين او شباب، او بيطلع لعيبة براعم صغيرة للفرق الاولى. طبعا هو وبرشلونة. فهو راح لنادي اياكس وعمل الاتفاق ده معاهم. الاتفاق ده هيبقى مميز جدا، وهقول لك ليه. احنا في الاهلي عملنا كل الموبقات اللي ممكن تتعمل في الدنيا. يعني الاهلي عمل كل حاجه غلط في الموسم ده، سواء تعاقدات، سواء اللعيبه الناشئين اللي خلاص، ما انت ما شفتش حد الا اللهم حمزه عبد الكريم وبدر عطيه، او بدر مش فاكر اسمه ايه، بلال عطيه. واحد، هما الاتنين دول بس، وما قدرتش تطلع حد، ما قدرتش تعول على حد يكمل معاك. فانت كان عندك مشكله في الناشئين، ان انت تطلع بناشئين من تحت. فدي كانت مشكله. فقال لك خلاص يا عم، احنا هات لي المتخصصين اللي بيجيبوا احسن كواليتي، واعمل معاهم توأمه، واعمل معاهم اتفاقيه بان هم يا اما هيديروا القطاع بالكامل، يا اما هيكونوا مشرفين او اداريين. لسه الاتفاق في عروض مختلفه، لسه ما قرراش. طبعا الاتفاق عامه هيكون بدعم كامل من مستر ياسين منصور. ده شيء بديهي جدا، بس دي حاجه صح. بس انا نفسي طلب او حاجه صغيره قوي اداره الاهلي تنفذها، مع ان انا عارف انها هتكون صعبه. وهي ايه؟ ان احنا نستعين بكابتن بدر رجب. الراجل ده عمره كله افناه في قطاع الناشئين. كابتن بدر اكتشف لعيبه كتير جدا في الدوري المصري، ونجوم دلوقتي موجودين ومعروفين. فلازم من ضمن الناس اللي ساعدوا حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم اللي في القائمه الاوليه لمنتخب مصر في كاس العالم. طبيعي جدا لازم يروح كاس العالم. انت لازم اللعيب ده تبني عليه ان هو ياخد خبرات من محمد صلاح، من عمر مرموش، من اللعيبه الكبيره دي، وفي نفس الوقت تدي ايدج ل ان انت ككابتن حسام حسن بتاخد لعيبه شباب معاك في كاس العالم، بتديهم امل ان تألق، هشوفك وهاخدك معايا. ده طبيعي جدا. فانا كان نفسي كابتن بدر يخش في قطاع الناشئين ويخش في التجربه دي، لان هو فعلا راجل عنده من الخبره ما تكفي انه يفيد الاهلي في المواضيع دي. تاني حاجه عايز اتكلم عليها، نادي الاسماعيلي. طبعا هي يعني فكره هبوط نادي الاسماعيلي حاجه احنا ممكن تكون سبب زعلنا او سبب انها مش كويسه. هو ان انت فريق جماهيري بيقع، وخلينا متفقين ان الفرق الجماهيريه بقت في الدوري تكاد تكون معدومه او قليله جدا، يعني فرق بسيطه. طب انت وقعت نادي الاسماعيلي، واي فريق جماهيري على فكره بيصعد بيقعد سنه سنتين وبيهبط تاني. يعني اسوان بقى وقع للدرجه الثالثه كمان. فالفرق الجماهيريه بتقع. طب نادي الاسماعيلي وقع، ففي قدامك حاجه من اتنين: يا هتلغي الهبوط زي السنه اللي فاتت، وهيبقى المقترح ان انت تهبط 6 السنه الجايه وتطلع ب4. طب يا جماعه، ما هي نفس المشكله. جماهير الاسماعيلي دلوقتي بيقول يا ريتهم ما لغوا الهبوط السنه اللي فاتت، لسببين: اول سبب ان انت اديت امل للناس دي انها فريقها هيفضل في الممتاز. تاني سبب ان انت حرمتهم من ان هم يبنوا. ما هو برضه ما بناش، برضه ما عرفش يعالج اخطائه. احنا السنه دي عندنا 4 هباطوا. انت عارف قبل ماتش النهارده بتاع الاتحاد، قبل ما يكسب، كان الاتحاد من ضمن ال4 فرق اللي هبطوا. النهارده لولا انه كسب فطلع مركز، فبقى مش من ضمن ال4. طب السنه الجايه هيبقوا 6 وهيزيدوا. طب ايه لازمتها؟ مش بكره الاسماعيلي، مش متضايق من الاسماعيلي عشان بقول ان هو يهبط او قرار الهبوط يتطبق، لا، بس طبيعي جدا ان هو يتطبق. اكبر منه وبيهبط في دوريات اوروبا وعادي، وفي الدوريات الخليج. الاهلي بطل اسيا موسمين ورا بعض، كان هابط الموسم اللي قبله. الاهلي هبط، وبعيدا بقى عن فلوس الخليج وكل الكلام ده، بس رجع ورتب ورقه ويعالج مشاكله. وكانوا جايبين موسيماني هو اللي صعد بيهم وعالج مشاكله، والدنيا اتظبطت عادي. اليوفنتوس هبط، مارسيليا هبط، كل الفرق بتهبط، بس بيهبط يعالج مشاكله ويطلع تاني، يطلع على نضيف. ده طبيعي جدا، لازم الفرق تفكر فيه. نادي الاسماعيلي نادي كبير، بس مش كل موسم هيقول ما ينفعش يهبط. ازاي ما ينفعش يهبط؟
ما هو طبيعي انه يهبط عشان يعالج مشاكله، عشان يعرف اخطائه، عشان يجيب لعيبه عايزه تلعب في الاسماعيلي، عايزه تلبس الفانيلا، ناس من اهل الاسماعيليه. ما هو ده الطبيعي، وده اللي كان بيقوي الاسماعيلي. في نغمه منتشره اصل الاهلي صفاهم. الاهلي صفى ايه يا جماعه؟ الاسماعيلي في 2018 كان دور تاني، كان مركز تاني، كان هو وصيف الاهلي. فبنتكلم في ايه؟ ما ينفعش نقول اصل الاهلي صفاهم بسيد معوض ومحمد بركات. بعيدا اصلا ان في لعيبه اصلا ما كانتش جايه من الاسماعيلي مباشر اساسا، يعني في لعيبه كانت طلعت بره. ويعني محمد بركات ده راح فرقتين قبل ما يجي الاهلي في السعوديه، مش عارف راح ايه، وبعد كده الاهلي او مش راح فرقتين في السعوديه انا فاكر، وبعد كده رجع على الاهلي. فما تقوليش انت في 2018 الاسماعيلي ده كان مركز تاني في الدوري، ولما بيراميدز اتعمل باع لعيبته البيراميدز والزمالك. هل الاهلي ما كانش مستفيد؟ الاهلي مستفيد طبعا، واشترى اكيد لعيبه من الاسماعيلي بعد الحقبه التاريخيه. احنا كنا شارين مروان محسن منهم، وعمر الساعي، مش متذكر مين تاني يعني، بس دول كانوا اشهر اتنين او اشهر صفقتين في الفتره الاخيره. فما تجيش تقول لي الاهلي هو اللي صفى الاسماعيلي. لا، الاهلي ما صفاش الاسماعيلي. الاهلي راح اشترى عمر الساعي ب 50 مليون جنيه وما استفادش منه. ده اهدار مال العالم اصلا، دي مشكله تانية. بس فاكبر او افضل علاج للاسماعيلي انه هو يهبط عادي جدا، يهبط ويبني نفسه ويطلع تاني. والاسماعيلي مش هيطول، الاسماعيلي كبير، الموسم اللي بعده هيكون صاعد تاني. انما ان انا الغي الهبوط واخلي الدوري 24 فرقه، ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ هتخليه فين تاني؟ ده احنا ما صدقنا عملنا دوري كويس من غير مؤجلات ومن غير مشاكل، الحمد لله. الواحد مش مصدق ان هو هيشوف دوري يخلص في ميعاده عادي. دي حاجه كانت تقريبا انتهت، احنا كنا بنخلص الدوري في شهر 8 مع بداية الدوريات التانية. فملهاش لازمة والله ان احنا نضيع وقت ونلغي الهبوط للاسماعيلي ايا كان الفريق. يا جماعة انا ضد الغاء الهبوط قولا واحدا، وانا عايز اعرف ارائكم، انتوا زي ضد فكرة الغاء الهبوط، ولا شايفين ان احنا لا نلغي الهبوط عشان خاطر الاسماعيلي ما يهبطش؟ انا مستني ارائكم وكومنتاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.